كانت عقارب الساعة تشير إلى المساء، لكن البيت لم يكن كعادته. الصمت يلف المكان، والجميع صغارا وكبارا قد تحلقوا في دائرة محكمة حول ذلك الراديو الخشبي القديم. الأنفاس محبوسة، والعيون معلقة بمؤشره، بانتظار جملة واحدة كانت تملك سحرا يغير إيقاع الحياة في لحظة. لحظة الصفر. ثبتت الرؤية، وفجأة شق صوت المذيع الوقور السكون. ثبتت رؤية هلال شهر رمضان. في تلك اللحظة انفجر البيت بصرخة واحدة خرجت من كل القلوب في نفس واحد. رمضان بكرة. قامت أم سعاد بهمة لم تعرفها منذ شهور، قائلة: خلاص بقى نشد حيلنا. بينما تمتم عم سعيد بابتسامة راضية وهو يرفع يديه للسماء: اللهم بلغه علينا بالخير. خلية النحل والروائح الطيبة تحول المطبخ في دقائق إلى خلية نحل لا تهدأ. طنجرة تغلي على النار، وقلاية تسخن، ورائحة التقلية تخرج من الشباك لتسافر عبر المناور وتعلن لكل الجيران أن بيت عم سعيد بدأ الاستعداد. كان الأطفال لا يكفون عن السؤال: يا ماما فاضل قد إيه؟ فترد أم سعاد بصبر الأم المعهود: لسه بدري، اقعدوا استغفروا. وعم سعيد يختلس النظر لساعته كل 10 دقائق، وكأن الوقت في هذا اليوم يقرر أن يمشي ببطء ليذيقنا حلاوة الانتظار. لحظة الخشوع وأجواء السمر. الله أكبر، الله أكبر. هتف المؤذن فسكت كل شيء. لم يكن هناك صوت سوى حفيف التمر وهو يلامس الأكواب، ودعوات خافتة تخرج من أعماق القلب. وبعد الفطار يبدأ طقس آخر: كوب الشاي المنعنع الذي يشرب على مهل أمام شاشة التلفزيون الملونة التي تعرض مسلسلاتنا المفضلة وإعلانات حفظناها عن ظهر قلب. ليل الحارة وطبلية السحور خارج جدران البيت. كانت الحارة تنبض بالحياة، أنوار الزينة تتلألأ، والأطفال يجرون بفوانيسهم الشمعية التي تترك أثرا من الضوء على الجدران. وعندما يقترب السحور لا يحتاج الأمر إلى دعوات رسمية، فالطبلية تخرج إلى السلم أو الحارة، وكل جار يأتي بما عنده: عيش طازج، طبق فول، وقطعة جبن. وفي خضم هذا الود يأتي الصوت الذي يختم الليلة بوقار: اصحى يا نايم، وحد الدايم. صوت المسحراتي وهو يطرق طبلته، وكأنه يطرق على أبواب ذكرياتنا التي لا تموت.